أسعد الله أوقاتكم أحبتي متابعينا ومشاهدينا الأعزاء في كل مكان. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. رجعنا وإياكم وحلقة جديدة من برنامجنا جاوبني وأربح. طبعا اليوم متواجدين كذلك في قضاء بلد روز. حلقتنا لهذا اليوم هي برعاية شركة شموخ دار السلام، وكيل معتمد لشركة آسيا سيل في محافظة ديالى، متمثلة طبعا بالمهندس مصطفى الكناني. إذن ناخذ أول متسابق، لكن ناخذ هذا الفاصل ولنا عودة وإياكم. هذه الحلقة برعاية شركة شموخ دار السلام. وكيل معتمد لدى شركة آسيا سيل في محافظة ديالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله أجمعين. آمين يا رب العالمين. رمضان كريم. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله، على أمة محمد كافة. آمين يا رب العالمين. طبعا احنا من كادر يوميات أهل بلد روز الثانية. برنامجنا هو مسابقات اسمه جاوبني وأربح. نعطيكم سؤال وإذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزة. طبعا اليوم الجائزة مقدمة من شركة شموخ دار السلام اللي متمثلة طبعا بالمهندس مصطفى الكناني. بالبداية قبل لا أبدأ السؤال وياكم، شلون يشوفون الأجواء شهر رمضان المبارك؟ أجواء حلوة جميلة كلش من ناحية بلد روز، يعني أجواء حلوة. اليوم خرجتوا بهذا المكان من أجل شنو؟ والله من أجل التنزه والإفطار يعني، وقضاء الأوقات الجميلة في هذه الأسواق إن شاء الله، وأجواء خير مباركة بهاي الأيام الفضيلة. يا رب إن شاء الله رمضان خير وبركة على أمة محمد إن شاء الله. راح أبدأ وياكم بالسؤال حتى ما أطيل عليكم. السؤال يقول: من هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة آسيا سيل؟ من هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة آسيا سيل؟ طبعا هذا السؤال هو لأنه الحلقة برعاية شركة شموخ دار السلام اللي هي معتمد وكيل لشركة آسيا سيل. المؤسس هو أتوقع مصطفى فاروق. مصطفى فاروق الرجل العراقي. مصطفى فاروق وياه. شوف طبعا هي الإجابة كانت مقاربة يعني قريبة يعني شوية. حاول أنه تجيب لي الاسم بالمضبوط. والله هو أنا اللي أعرف به مؤسسها مصطفى فاروق، تأسست في عام 1999. بس بما أنه أنت المعلومة وصلت إلها أريد تجيب لي الاسم بالمضبوط. إذا ما أعطيتني الاسم بالمضبوط يعني ما راح تك الجائزة وما راح أعتبره جواب صحيح. المؤسس سألت المؤسس مالتها، والمؤسس مالتها مصطفى فاروق. مو مصطفى فاروق، لا حاول شوي يعني، قلت لك يعني هو مقارب إله يعني قريب للإجابة. أنت خلينا نقول 80% أو 90% وصلت. إذا 90% أنا بجاوب. ما أعرف والله. اللي أعرفه هو مصطفى فاروق، لكن للأسف إجابة غير صحيحة. إن شاء الله بالمسابقات الأخرى وحظ أوفر إن شاء الله. مشاركة شفنا جوكم الحلو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم أجمعين إن شاء الله. شعب العراق إن شاء الله بالصحة والعافية ودوم عليكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم إن شاء الله، ونعاد علينا بالصحة والعافية على الأمة الإسلامية أجمعين بحق محمد وآل محمد. آمين يا رب العالمين. طبعا احنا من كادر يوميات أهل بلد روز الثانية. برنامجنا اللي هو مسابقات اسمه برنامجنا جاوبني وأربح. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي برعاية شركة شموخ دار السلام، الراعي الرسمي لهذه الحلقة. يعني راح أعطيكم السؤال وإذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزة مقدمة من شركة شموخ دار السلام. قبل لا أبدأ بالسؤال وياكم، شلون نشوف إقبال المواطنين بما أنه إحنا مقبلين على عيد الفطر المبارك؟ والله إقبال حلو أستاذ حسام، الحمد لله والشكر. يعني شوية أسعار نقول بها غلا، بس إحنا نراعي الفقير بها، ويعني تعرف العياش طقة نازلة دنبيا بالسوق، وأسعارنا حلوة والحمد لله والشكر. والعالم يعني عاد نقدر عليه نسوي لهم وياه، نجيب غالي والله نبيعه غالي، نجيب رخيص نبيع رخيص، بس احنا ويا العالم ويا العالم، لا عندنا استغلال بالعيد ولا عندنا هاي الامور. عاشتكم. هسه ما اريد اطيل عليكم، راح اسالكم السؤال ان شاء الله يكون سؤال سهل. طبعا اسئلتنا هي اختصت لهذا اليوم حول شركه آسيا سيل لانها الراعي الرسمي لهذه الحلقه. السؤال يقول: ما هو رمز الاشتراك؟ ما هو رمز الاشتراك في خدمه عشره عمر لمشتركي شركه آسيا سيل؟ نجمه 211.
شباك. نجمه 211 شباك، اللي كوده انه عندي خط اسيا واعرف بهاي الامور. الخدمه المجانيه وهاي الشغلات والامور مال شبكه اسيا سيل. فهي والاجابه نجمه 211 شباك. عاشت يدك، اجابه كانت صحيحه، الف مبروك. ربحت جائزه ويانا مقدمه من شركه شموخ دار السلام. يعني الف مبروك حبيبي. كلمه اخيره. والله ندعي لكم بالموفقيه ان شاء الله وتفرحونا العالم كليته والشعب العراقي كليته، ومبادره حلوه من عندكم. واشكرك على اساسهم، الله يستر عليك الغالي. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. طبعا احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه، برنامجنا هو مسابقات اسمه جاوبني واربح. نعطيك سؤال واذا جاوبت على السؤال راح تربح جائزه مقدمه من شركه شموخ دار السلام. ان شاء الله مستعد؟ ان شاء الله ان شاء الله، اهلا وسهلا. طبعا السؤال يقول من هو مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه اسيا سيال؟ من هو مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه اسيا سيال؟ هيثم كاظم. منو؟ هيثم كاظم جواد. يعني هم سمعان بيها لو شنو؟ لا سمعان بيها بس يعني مو اكيده. طبعا للاسف اجابه غير صحيحه. ان شاء الله حظ اوفر بالمسابقات الاخرى. شكرا جزيلا حبيبي. اهلا وسهلا بكم كلها. لا مع السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. طبعا احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه، برنامج اللي هو اسمه جاوبني واربح. تابع البرنامج؟ ان شاء الله متابعه. حلو، بما انهم متابعه، طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي برعايه شركه شموخ دار السلام اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. قبل لا ابدا السؤال وياك، انت شنو تشتغل؟ والله عمال اشتغل عامل. شهر رمضان تشتغل يعني؟ اي والله ان شاء الله. صايم؟ صايم اي والله. تحس بعطش بجوع؟ انا جوزين رحمه. اي جازين. الله يرزقك ان شاء الله يا ربي. راح ابدا وياك بالسؤال ان شاء الله. السؤال شوي يحتاج التفكير لانه يخص شركه اسيا سيال. من هو مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه اسيا سيال؟ من هو مؤسس ورئيس مجلس اداره شركه اسيا سيال؟ والله انا المعلومات اللي عندي فاروق ملا مصطفى، يعني انا يكون صحيح. منو؟ فاروق ملا مصطفى، يعني انا اتصور هاي المعلومات عندي مرات نطلعها على الانترنت. يعني سمعان هي سمعان هي، يعني ما اقول لك 100%، بس انا اعطيك مثلا نقول 75%. بس احنا نقول لك اجابتك كانت صحيحه 100%. الف مبروك، ربحت جائزه مقدمه من شركه شموخ دار السلام اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. الف مبروك. رحم الله والديك، اشكركم واشكر الكاتب. تفضل عزيزي. رحم الله والديك. كلمه اخيره. والله نشكركم وان شاء الله شهر خير علينا وعليكم. امين يا رب. اي والله. شكرا جزيلا. اشكرك، رحم الله والديك. اذا احبتي المتابعين، لا زلنا مستمرين واياكم في قضاء بلد روز وبرنامجنا جاوبني واربح. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي برعايه شركه شموخ دار السلام، وكيل معتمد شركه اسيا سيل في محافظه ادياله. ومتواصلين ان شاء الله وناخذ متسابق اخر. ابقوا ويانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم علينا وعليكم ينعاد بالصحة والسلامة إن شاء الله. امين يا رب العالمين. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلينا. بدي نتعرف على حضارتكم. على حكيم. حسام رباح. حسام رباح. منو؟ حسام رباح. حبيبي حسومي. احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه، برنامجنا هو مسابقات اسمه جاوبني واربح. اعطيكم سؤال واذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزه طبعا مقدمه من شركه شموخ دار السلام، وكيل معتمد لشركه اسيا سيال اللي هي الراعي الرسمي لهذه الحلقه. تمام ان شاء الله؟ إن شاء الله. مستعد؟ مستعد ان شاء الله. حلو. السؤال يقول ما هي طريقه الاشتراك للحصول على 1 جيجا بايت مجانا لبرنامج سناب شات المشتركيه اسيا سيال؟ اذا دقيقه اذا تجيكم الاجابه من خارج هذا المكان ما اقبلها، فلا احد ياشر شباب. يعني نجمة هذني نجمة صفر. هو يعني نقول رمز هو. نجمة 101 شباك مو؟ لو لا.
اعتقد نجمه 52 شباك اعتقد. لا للاسف جاب غير صحيحه، ان شاء الله حظ اوفر بالمسابقات الاخرى. شكرا جزيلا. قلبي يلا شكرا حبيبي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. رمضان علينا وعليكم إن شاء الله على أمة محمد وآل محمد. امين يا رب العالمين. رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم أجمعين إن شاء الله. بداية خلينا نتعرف على حضراتكم. فاضل عبد الله حسن جوراني. ابو من؟ أبو وسام. ابو وسام. علي حسين أبو كرار. كرار. خلينا بداية نعرفكم على البرنامج، احنا برنامج مسابقات اسمه جاوبني اربح. نعطيكم سؤال واذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزه، طبعا اليوم مقدمه من شركه شموخ دار السلام، وكيل معتمد لشركه اسيا سيال في محافظه دياله، اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. ان شاء الله مستعدين؟ إن شاء الله. إن شاء الله. قبل لا نبدا السؤال، شلون تشوفون اجواء شهر رمضان المبارك؟ بما انه احنا اليوم وصلنا الى ختام الشهر ومقبلين على عيد الفطر المبارك. والله أجواء خير من الله، ممتعة ولطيفة كلش. شهر طاعة وغفران علينا وعلى أجمعين إن شاء الله. امين يا رب العالمين. خلينا نبدا وياكم بالسؤال، ان شاء الله يكون السؤال سهل لانه الاسئله مختصه بشركه اسيا سيال لانه هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. السؤال يقول: ما هي طريقه الاشتراك للحصول على 1 جيجا بايت مجانا لبرنامج سناب شات لمشتركي شركه اسيا سيال؟ 1 على 30 على 74. 1 على 30 يعني شلون؟ وضح لي اياها افتهم اكثر. 1 على 30 تتصل على 74. قصدك ارسال؟ ارسالي. إرسال 1 على 30 على 74. رسالة يعني رسالة نصية. حلو. طبعا الإجابة كانت صحيحة، ألف مبروك. ربحتوا ويانا جائزة مقدمة من شركة شموخ دار السلام، وكيل معتمد لشركة آسيا سيال في محافظة ديالى. تفضل عزيزي. كلمة أخيرة، وشلون نشوف فكرة البرنامج؟ والله فكرة رائعة وممتعة، وإن شاء الله أتمنى التوفيق والنجاح إن شاء الله. آمين. شكرا جزيلا. أشكرك يعني حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. علينا وعلى أمة محمد إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. رمضان كريم. علينا وعليكم وعلى أمة محمد أجمعين. آمين يا رب العالمين. خلونا نتعرف على أسماءكم. ياسر عامر ناصر. مختلف والي حسن. حبيبي احنا طبعا مكادر يوميات أهل بلد روز الثانية، برنامجنا مسابقات، متابعين البرنامج ولا؟ اي طبعا. طبعا. بما انهم متابعينه، اذا حلقتنا لهذا اليوم هي برعايه شركه شموخ دار السلام، وكيل معتمد لشركه اسيا سيال في محافظه دياله، اللي هي الراعي الرسمي لهذه الحلقه. راح اسالكم سؤال، واذا جاوبتوا على السؤال راح اعطيكم جائزه مقدمه برعايه شركه شموخ دار السلام. السؤال يقول، حتى ما اطيل عليكم، السؤال يقول: ما اسم الكارت عند التعبئه تحصل على 500 دقيقه لكل الشبكات و500 رساله و8 جيجا بايت انترنت؟ آسيا. كورك. اختيارات ماكو؟ آسيا. نعرف انه يمكن السؤال شويه بصعوبه، لكن هو المستخدمين يعني ومشتركين اسيا سيال ممكن يعني يعرفونه. طبعا. والله ما اعرف. هذا اوفر ان شاء الله بالمسابقات الاخرى. شكرا جزيلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. طبعا احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه، برنامجنا هو مسابقات اسمه جاوبني اربح. اعطيك سؤال، واذا جاوبت على السؤال راح تربح جائزه طبعا مقدمه من شركه شموخ دار السلام، وكيل معتمد لشركه اسيا سيال في محافظه دياله، اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. قبل لا اعطيك السؤال، شنو تشتغل هنا؟ شايشي. شلون الشغل تشوفه؟ والله الحمد لله خير من الله، ماشي الحال. يعني اليوم في اجواء شهر رمضان المبارك، يعني بعد الافطار اعتيادي. بعد الافطار نظل يعني تقريبا لل 11 10 تنتهي الحركه، بعد كل شيء ينتهي. الله يرزقك ان شاء الله يا رب العالمين. حتى ما اطيل عليك راح ابدا وياك بالسؤال، السؤال يقول: في اي مدينه يوجد جبل الرحمه؟ مكه المكرمه. متاكد؟ متاكد 100%. طبعا الاجابه كانت صحيحه، الف مبروك، ربحت ويانا جائزه مقدمه من شركه شموخ دار السلام. الف مبروك حبيبي. كلمه اخيره. والله البرنامج حلو، يعني اشكركم عليه الحمد لله والشكر. شكرا جزيلا عزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. امين يا رب العالمين. طبعا احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه، برنامجنا هو مسابقات. نعطيكم سؤال، واذا جاوبت على السؤال راح تربح جائزه مقدمه من شركه شموخ دار السلام، اي الوكيل المعتمد لشركه اسيا سيال في محافظه دياله. قبل لا ابدا السؤال وياك، شلون تشوف الاجواء بشهر رمضان المبارك؟ والله اجواء كالعاده، يعني احنا العراقيين متعلمين يعني اي الطقوس هي طبعا ثابته بكل شهر، نفس العادات ونفس التقاليد. دائما بعد الفطور العراقيين يحبون يطلعون يغيرون جو. اي راح ابدا وياك السؤال حتى ما اريد اطيل عليك. طبعا السؤال يقول:
الأسئلة هي مختصة بشركة آسيا سيال لأنها هي الراعي الرسمي لهذه الحلقة. السؤال يقول: ما اسم الكارت عند التعبئة تحصل على 500 دقيقة لكل الشبكات و500 رسالة و8 جيجا بايت انترنت؟ بس عيد السؤال. شو يعيد السؤال؟ خلينا يا الشركة ما أعرف شلون. حلو. ما اسم الكارت عند التعبئة تحصل على 500 دقيقة لكل الشبكات و500 رسالة و8 جيجا بايت انترنت؟ بعد ما عيده ترى تعبت حيل. ماكس كارت على ما اعتقد. ماكس كارت. خلينا نشوف الإجابة، أنا حتى ما مطلع على الإجابة صراحة. ماكس كارت. اي ماكس كارت. متأكد؟ اي ان شاء الله متاكد حسب ما اتذكر يعني. إذا أنت معلومة يعني انا مشترك بهاي الخدمه فعلها. حلو. طبعا الاجابه كانت صحيحه، الف مبروك. ربح الجائزه مقدمه ويانا من شركه شموخ دار السلام، اي وكيل معتمد لشركه آسيا سيال في محافظه دياله. الف مبروك شباب، اعطونا الجائزه. تفضل. الف مبروك عزيزي. شلون نشوف فكره البرنامج وكلمه اخيره؟ والله صراحه انا متابعكم وفكره يعني جدا رائعه، وطبعا انتم سنه عن سنه تنوعون بالبرامج بالاسئله، فعاشت ايدكم واتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. هذا من ذوقكم، شكرا جزيلا. عفوا. إذا أحبتي المتابعين وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. طبعا اليوم كنا كذلك في قضاء بلد روس. حلقتنا لهذا اليوم طبعا كانت برعاية شركة شموخ دار السلام، وكيل معتمد لشركة آسيا سيال في محافظة الديالة. إن شاء الله تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. في الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق العمل، كل من المصورين علي زياد ومصطفى سالم، ومدير التصوير والإنتاج المبدع حسين جبار. نلتقي وياكم في حلقات أخرى. إلى اللقاء.